السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا سمر من قناة افكار موري. في قناتي ان شاء الله هعلمك ازاي تقدري تجددي بيتك بافكار جديدة وجميلة وبسيطة من حاجات موجودة عندك في البيت تقدري تستغليها. وكمان هقدر اعلمك ازاي تكسبي وتعملي مشاريع وانت قاعدة في البيت وتكسبي كويس جدا كمان. بديكي افكار كتيرة لمشاريع كتيرة تقدري تنفذيها وانت في بيتك. وكمان معانا افكار العاب تقدري تفرحي بيها اولادك من خامات بسيطة جدا موجودة عندك في البيت. تقدري تعملي العاب جميلة جدا وتفرحيهم. شوفي حابة تعلمي معانا ايه؟ عندنا افكار كتيرة جدا، منها الكروشيه وشغل هاند ميد والفوم. كلها افكار مربحة جدا وانت في بيتك. ودي بعض الافكار اللي معانا على قناة افكار موري. يعني مثلا دي كانت فكرة بقواقع البحر. بمناسبة الصيف بقى نقدر نستغل قواقع البحر ونعمل منها أفكار كتيرة جميلة تزيني بيها بيتك. وفكرة جميلة جدا على فكرة المشروع. وكمان عملنا أفكار كتيرة جميلة. مثلا عملنا فاصة الورد اللي احنا عاملينه بإيدينا. عملنا الورد والفازة بإيدينا خطوة بخطوة. وفي الصورة دي كمان قدرت أعلمك ازاي تنفذي وردة من الفوم بكل بساطة. كلها أفكار جميلة جدا وبسيطة. وكمان بقى بمناسبة عيد الأضحى المبارك حبينا نفرح حبايبنا بالعيدية بس بشكل جديد ومختلف، وقدمنا العيدية في خروف العيد. وكمان بقى بالنسبة للكروشيه عملنا كوسترات من الكروشيه، حاجة جميلة جدا تقدري تزيني بيها بيتك وفي نفس الوقت مشروع مربح جدا على فكرة شغل الكروشيه. وبمناسبة بقى الكمامات عملنا مسك الكمامة بأشكال كتيرة ومختلفة، وكمان عملنا منها أشكال للأطفال. ومعانا كمان بالنسبة للكروشيه عملنا سجادة، بدل ما إنها شكل واحد بس عملت من نفس السجادة حوالي 4 أشكال، وغيرنا منها وجددناها من نفس السجادة عملت ال4 أشكال. بالنسبة بقى لأطفالنا عملت لهم لعبة صيد السمك بأقل الإمكانيات، وكانت عبارة عن إن السمكة من الفوم ويصطادوها بالمغناطيس. وكمان عملنا لهم خروف العيد من الصوف، وبصراحة رغم إنها فكرة بسيطة بس فرحت الأطفال جدا. ودي كانت بعض أفكارنا. أتمنى إنها تكون أفكاري أعجبتكم، واللي حابب يتعلم إزاي يقدر ينفذها يتفضل معانا في قناة أفكار موري. أتمنى اشتراككم معايا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بعمله إن شاء الله. ومنتظر رأيكم في القناة. ولو حد حابب أعلمه حاجة معينة أو عايز يستفسر عن أي فكرة من أفكارنا يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليكم. منتظراكم على قناة أفكار موري.